سلام، نتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. انا اليوم جيت نحضر معكم لي كوفر لي ساهلين ماهلين وضغيات وجدوهم وبالمقادير المتوفره في كل بيت وبدون اعلان ديال لي كوفر. وخليكم معايا في الفيديو باش ندوزو المقادير وطريقه التحضير. وقبل ما ندوزو المقادير وطريقه التحضير كنشكر الناس الجداد اللي تابوناو عندي، كنقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. وبالنسبه للناس القدام اللي عندي، هذه داركم. وخليكم معايا في الفيديو. بسم الله. عندنا هنايا 2 بيضات السم يكونوا بحرارة المطبخ، 3 المعالق كبيرين ديال السكر، 2 اكياس من السكر فانيلا، معلقه كبيره ديال الزبده مذوبه، عندنا هنا نصف لتر حليب، قبيصه الملحه. بالنسبه للدقيق عندنا 3 كيسان ونص ديال العنبه الدقيق و2 اكياس من خميره الحلويات. غادي نجيبو لوبول غنديرو فيه البيض، الملحه وفانيلا. بالنسبه للمقادير غادي نخليها لكم مكتوبه في صندوق الوصف كما العاده. كنخلطوا داك العناصر مع بعضياتها، وانايا كنا كنضيف السكر سنيده كيف ما قلت لكم 3 المعالق. كنضيف هنايا الزبده اللي هي معلقه كبيره، تكون الزبده مذوبه. نزيدو هنايا نصف لتر حليب. من بعد غادي نخلط العناصر كامله مع بعضياتها. هنا انا غادي نعبر معاكم بالنسبه للدقيق. عندي هنايا قلت لكم غندير 3 الكيسان ونص ديال الدقيق. هنا درت الكاس الاول والكاس الثاني، غادي نزيد عليه 2 اكياس من خميره الحلويات. بالنسبه للقياس ديال الطحين ما تزيدوش عليه وما تنقصوش عليه. انا كعطيتكم العبر هو هذاك مضبوط. صافي كنخلطوا العناصر كامله مع بعضياتها بهذه الطريقه. كنزيدوا الكاس الثالث كيف ما كتشوفوا معايا في الفيديو. من بعد غادي نزيد نص كاس، هانتوما كيف ما كتشوفوا. غادي نخلطوا العناصر كامله مع بعضياتها. هنا انا عندي هاد السيليكونات ديال لي كوفر كيتباعوا موجودين عند المحلات الحلويات. كنبداو نعمروا فيهم دوك لي كوفر ديالنا. وفي هاد الاثناء انا عندي الفران مشعول كيسخن، وانا كنعمر في هاد لي كوفر. وكاين اللي كيعمل الاله ديال لي كوفر. انا بالنسبه لي كنخدم بهاد السيليكون كيخرج لي كوفر مزيونين. غادي نستمر هيدا كنعمر في القوالب ديالي بهذه الطريقه هذه. من بعد غادي نحطوهم في اللاطه وغادي ندخلهم للفران يطيبوا. بالنسبه لان هاد السيليكون ما كنعمل لهم شي حمام مريم لا حتى حاجه، يعني كنحطهم مباشره في اللاطه وندخلهم للفران. ومن بعد ما جبتهم الفران زينتهم انا بالشوكولاته وطريف الكركاع البنان بحال هدايا. والتزيين كيبقى على حسب اختيار ديالكم. وهذا هو الشكل النهائي كيف ما كتشوفوا معايا. نتوما كتزينوهم باللي موجود عندكم في الدار كتعملوه. كنتمنى ينال اعجابكم هذا الفيديو. الى فيديو قادم ان شاء الله، وبالصحه والراحه.